القضية الفلسطينية نتبعها أنا شخصيا. ما هي دي بقى الفزورة اللي دماغي مش عارفة تحلها. المغربي مش هيقول لك كلام وبس، لا هياخد فعل. صراحة باش كيعجبوك المغاربة ماشي غير في المواقع، حتى في الواقع كاينين. من هولندا دابا كان واحد الماتش ما بين اجاكس امستردام وواحد فرقه من اسرائيل. المشجعين بتاع الفريق اللي ما يسموش مشوا في الشارع. هو شاف علم لاشقائنا متعلق في بلكونه واحد مغربي عايش في امستردام، شلخ علم فلسطين في الغادي هو غادي، كأنك تعديتي على المغاربة كاملين وعرف أنها ما غاديش تمر مرور الكرام. فحظهم اللي زي الزفت إن هم صاحب الشقة دوت كان مغربي. شوف يا اخي سبحان الله، دونا عن كل الجاليات اللي موجود راح اختار الجاليه المغربيه، اطيب جاليه، طيبين قوي. وجاب لنفسه الكلام بقى، راحوا المغاربه روقوه. لا اللي عمل لك كده صافي، قال والله إلى بقت فيه صافي، ما بيتوش لحد الصبح. مسكوا اخوانا اللي ما يتسموش رنوهم علقة. يا راجل ده احنا العرب اخواتهم بنحاول نتجنب نخش معاهم في مشاكل، ولا شموا رائحه كريهه اخذوهن وحمموهن. شدهم يقولوا امك فلسطين حرة. عاجبك حالك لما تروح تاخد شاور الساعه 4 الفجر كده في درجه حراره -4؟ يا لهوي على الحلاوه. وشفت اول ما اتضربوا واتسحلوا واتفشخوا، اقسم بالله بتمردغوا في الارض. سلوؤوهم، سلفحوهم، شمطوهم شمر. هؤلاء هم المغاربه، احنا راه دراوش وطيبين ومضيافين الى اقصى درجه. الا العلم الفلسطيني تتقروا يا عرصات، ولا بهولندا ولا بغير هولندا، الا العلم الفلسطيني دعسنا عليهم. يعني انت ما لقيتش غير المغاربه اللي تنفذهم في امستردام؟ مغاربه حاكمين العالم. وبعدين انت مش قد المغاربة، بتنزل العلم من على البلكونة ليه؟ اجلد اجلد اجلد، اقسم بالله العظيم، اي والله العظيم يا رجل اشي يا معلم مفخره. رجالة المغرب وحلاوة رجالة المغرب. الرجالة اللي بجد اللي امبارح رفعوا كاس الرجولة. المغاربة علموهم ان الساعة ادب مش هز كتاف. بقاش الضحك، بقاش اللعب. اصل المغاربه مش زي كوكب لالا، مش بتوع معاها ظالمه او مظلومه وهيسكتوا، لا. رفعتوا راسي وفرحتوني. تكون دقهم دقه للتاريخ. في مثل بيقول لك كده، اما تروح اوروبا خليك في وسط المغاربة. هذا الشعب بيرفع الراس والله. شرفتونا والله العظيم. عارف انت لو بيقول لك يو ميد ماي داي، انتوا حليتوا يومي. ادعوا معاهم برده وبتشيسي، الله يسهل على اي مغربي كيف هولندا. رجالة المغرب، رجالة المغرب اللي يعلموا الدنيا كلها الرجولة. ايه العظمه دي وايه الجمال ده وايه الحلاوه، والله بحبكم يا اخي، والله بحبكم اكتر ما كنت بحبكم. تسلموا يا أهل المغرب، والله أثبتوا إن أنتوا فعلا رجال على الأرض. الرجولة يعني المغرب، الأدب يعني المغرب. المغرب دي كل أهلها ناضين. شكرا للمغاربه، شكرا بزاف، ربي معاكم، ربي يقويكم. شابوا لاخواننا المغاربه، عظيم اقسم بالله محاربي الصحراء، تحيه ليكم. تسلم ايدكم يا رجاله، من اخ مصري هنا، تسلم ايدكم يا رجاله. حي المغرب واهل المغرب من قلب غزه. أراكم بردتوا قلوب خاوتنا في غزه، يعطيكم الصحه وجزاكم الله خير. شكرا لكم من بنت غزة. امبارح انتوا خدتوا بطولة الرجولة على مستوى العالم. يا جدعان قلناها من زمان، ديما مغرب، اقسم بالله ديما مغرب. وانا مبسوط جدا انه العالم كله شاف رد فعل المغربي بيبقى عامل ازاي في المواقف دي، مش كلام وبس. الله تبارك الله تبارك الله على المغاربة. شيء عظيم جدا انك تكون مغربي. ايه الجمال والحلاوه دي، عقبال المطبلين والحدق يفهم.